يا برحمنا، ده احنا بنتعلق اكتر ما بنستحمل. كلنا عندنا صيدلية صغيرة كده في تلاجتنا، أدوية كتير ومراهم وغيره، وكمان عشان زي ما بنسمع كده بكرة نحتاجها ونبقى مأمنين نفسنا كويس قوي، ويبقى عندنا حاجة كده اسمها صندوق الإسعافات الأولية. تعالى بقى أقولك إيه اللي المفروض يبقى موجود في الصندوق ده. هو ده الكلام. اول حاجه مرهم للحساسيه، يعني لو عندك حد في البيت دايما بتجيله حساسيه من حاجه معينه زي قرصه ناموسه او اي حشره، او الحساسيه اللي بتيجي من اكل معين، فلازم يبقى عندك النوع ده من المراهم. مهم جدا كمان يكون عندك مراهم الحروق لتسعفك لو تعرضت بسرعه لاي حروق بسيطه. ادويه السخونيه، وخصوصا لو انت او ابنك صغير، لازم تبقي عارفه ان الادويه السخونيه دي لا غنى عنها في ثلاجتك. والافضل كمان لو عندك ترمومتر، خاصه لو ابنك صغير وانت شاكه ان حراره جسمه عاليه عن الطبيعي. كمان لازم يبقى عندك مسكن، لان كلنا بنتعرض لاي تعب في اي وقت، واوقات كتير جدا ما بيبقاش في حل الا بالمسكنات. مهم جدا كمان ادويه المغص او الاسهال او القولون وغيره من انواع التعب اللي زي دي اللي ممكن تيجي في اي لحظه. واوعى تنسى يبقى عندك كحول او يود اللي بنستخدمه في تعقيم اي جرح، وكمان القطن والشاش عشان نربط اي جروح. وبكده لو امنت نفسك بشويه الحاجات البسيطه دي، انت حرفيا ممكن تنقذ اي فرد معاك في البيت، لان الالم للاسف ملوش وقت. وبكده تكون خلصت معلومة النهاردة. استنونا في حلقات تانية كتيرة، وسلام عليكم.